السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين، عاملين إيه؟ أتمنى إن أنتوا تكونوا بكل صحة وعافية. لو أنت من الناس اللي بتشتكي من ألم في الرقبة أو شد عضلي أو دوخة أو حتى صداع مزمن، وعملت إشاعات وفحوصات كتير وطلعت سليمة، وتعبت من كتر ما أنت بتاخد الأدوية والمسكنات وما فيهاش أي نتيجة، فأنت غالبا هيبقى يكون عندك مشكلة في الرقبة، واللي ممكن تكون استقامة فقرات الرقبة، ودي اتكلمنا عنها في فيديو موجود على القناة، فارجع اتفرج عليه. ولو انت مش متابعين القناة ما تنساش تعمل اشتراك. انا دكتور احمد عمر، اخصائي العلاج الطبيعي لامراض العظام والعمود الفقري واصابات الملاعب، وفي الفيديو ده هنشرح كل الخطوات اللي هنتخلص فيها من مشكلة استقامة فقرات الرقبة، وازاي نرجع الرقبة لشكلها الطبيعي عشان ترتاح من كل الاعراض اللي انت بتشتكي منها ومأثرة على حياتك. فجهز نفسك ويلا بينا نبدأ رحلة العلاج. قبل ما نبدأ نتكلم على أي حاجة لازم نتفق إن العادات دي حاجة مهمة، لأن ببساطة المشكلة هتفضل موجودة عندك طول ما أنت بتعمل نفس الغلطات اللي وصلتك للحالة دي. فلو قعدنا نعمل تمارين أو نقوي وأنت لسه بتعمل الأوضاع الغلط دي، سواء وأنت شغال أو وأنت بتسوق أو حتى وأنت نايم، فتعال أقولك على 9 نصايح أو خطوات أساسية لو عملتهم المشكلة دي مش هترجع لك تاني. فأول حاجة عندنا هي الموبايل، واللي هو مش مشكلة، لكن المشكلة هي طريقة استخدامك ليه. الزاوية اللي انت بتبقى موطي بيها وانت ماسك التليفون هي دي المشكلة، فرقبتك بتشيل حمولة أزيد من وزن راسك، واللي ممكن توصل ل25 كيلو. فالحل هنا بسيط جدا، ارفع الموبايل لمستوى نظرك وخلي الموبايل هو اللي يطلع لك مش انت اللي تنزله. تاني حاجة، شاشة الكمبيوتر أو اللابتوب دي لازم تكون في مستوى نظرك وانت قاعد مستقيم وظهرك مفرود، فلازم ترفعها سواء بتستخدم ستاند أو حامل. المهم ان عينك تكون في نص الشاشة، فالشاشة هي اللي لازم تتظبط على مقاسك ووضعك، مش رقبتك هي اللي تتني عشان خاطرها. تالت حاجة هي السواقة، فبلاش تلزق في الدركسيون وتشد رقبتك لقدام، دايما ارجع بظهرك لورا، وظبط دايما مراياتك وانت قاعد مفرود ومستقيم، عشان لو لقيت نفسك مش شايف المرايات اعرف ان ده انذار وانك بدأت ترجع لوضع مش صح. وحاجة مهمة كمان، جسمك مخلوق للحركة، لو شغلك مكتبي او بتسوق لفترات طويلة لازم دايما تاخد استراحات قصيرة، كل نص ساعة أو 45 دقيقة قوم اتحرك وحرك رقبتك وكتافك في دواير حتى لو لدقيقة واحدة، ده هو اللي هينقذ رقبتك وغضاريفك من مشاكل كتير جدا. رابعا، وضعية النوم، لازم دايما تختار مخدة تملى الفراغ بين كتفك ودقنك وانت نايم على جنبك، بحيث تفضل رقبتك في خط مستقيم مع عمودك الفقري، ولا هو عالي قوي فتتني ولا هي واطي قوي فتقع لتحت. خامسا، الضغط العصبي، التوتر بيسمع فورا في عضلات رقبتك، لما بتتوتر جسمك بيعمل انقباض لا إرادي للعضلات، ده بيزود شد العضلات وبيدخلنا في مشاكل كتير جدا، او لو في مشكلة يبدأ يزود لي الأعراض اللي انت بتشتكي منها. فالنصيحة قلل التوتر ده بتمارين تنفس بسيطة، فلما نفسيتك تهدى عضلاتك بتفضل تفك. المذاكرة والقراية على السرير، فقعدتك على السرير وانت ساند ب10 مخدات وتاني رقبتك عشان تقرا، ده أسرع طريق هيوصلنا لاستقامة فقرات الرقبة. لو عايز تقرا لازم تقعد على كرسي ويكون ظهرك مفرود وترفع الكتاب لمستوى عينك. آخر نصيحة، وهي الناس اللي بتمسك الموبايل بكتفها وهي بتتكلم أو بتشيل شنطة دايما تقيلة على ناحية واحدة، كده انت بتبوظ توازن عضلاتك وبتحرك الفقرات عن مكانها. فدايما تستخدم سماعة أو وزع الشنط على الكتفين. وكمان شرب المية ده أهم حاجة عندنا، الغضاريف اللي بين الفقرات ده تكوينها الأساسي من المية، فلما جسمك يحصل له جفاف الغضاريف دي بتنشف وبتفقد مرونتها، وده بيخلي الرقبة ناشفة ومستقيمة. فدايما نشرب مية بانتظام عشان تحافظ على رقبتك. طيب، كتير من الناس بيسألوني يا دكتور ليه مش بعرف أعمل التمرين لوحدي في البيت؟ الإجابة ببساطة إن رقبتك مكلبشة، لما الفقرات بتفضل مستقيمة لفترة طويلة المفاصل الصغيرة اللي بينها دي بتبدأ تصدي، والعضلات بتعمل تليفات وأوتارها بتبدأ تقصر. فهنا يجي دورنا كعلاج طبيعي، إن إحنا بس مش بنحرك الرقبة، إحنا بنستخدم تقنيات زي الجوينت موبيلايزيشن، ودي حركات مدروسة بزوايا معينة بنعملها عشان نبدأ نفك الصدى اللي ما بين الفقرات ونرجع نعومة الحركة تاني. حاجة كمان وهي الديب تيشو ريليز،
دي بنشتغلها على العضلات الصغيرة جدا وبالذات زي عضلة السب اوكسيبيتال ريليز، ودي اللي بتكون غالبا مسؤولة عن أعراض الدوخة والصداع اللي عندك. وكمان الاسترتشنج أو الإطالات اللي بنعملها، ودي اللي بنخلي فيها عضلاتك ترجع تسترخي تاني، ويخلي العضلات القفش عندك تفك على طول وترجع للمدى الحركي الطبيعي بتاعها. وكمان النيورال موبيلايزيشن أو تحريك الأعصاب، وده خصوصا لو بدأ يبقى عندك أعراض زي تنميل في إيدك. بنعمل حركات معينة بنسلك بيها العصب جوه المسار بتاعه عشان نشيل من عليه ضغط الفقرات، وبنفتح السكة لرقبتك وبنهيئ ليها البيئة المناسبة عشان لما تروح تعمل التمارين في البيت جسمك يستجيب معاك فورا وما يقاومش، وتحس دايما بفرق من أول جلسة. تالت حاجة وهي التمارين العلاجية. بعد ما فكينا التكتيفة في العيادة، جه دورك انك تحافظ على النتيجة دي. احنا هنا هدفنا ان احنا نرجع التوازن المفقود ما بين العضلات، ونصيحة ليك التمارين دي لازم تتم تحت إشراف طبي متخصص. أول تمرين عندنا هو تمرين التشين إن أو التشين تانك، وده اللي بنبدأ فيه إن لازم تكون ظهرك مفرود وتبدأ تسحب دقنك عليك لجوه، ونثبت في الوضع ده 10 ثواني ونكرره من 3 ل5 مرات. تاني تمرين معانا وهي الاسترتشات، ودي مهمة جدا عشان نرجع المدى الحركي والمرونة بتاعة العضلة. وده بنعمله إن أنت بتجيب إيدك العكسية وتبدأ تحطها وتبدأ تسحب رقبتك بإيدك لغاية لما تحس بشد عضلي بسيط. نثبت في الوضع ده 30 ثانية ونريح. تمام، ونكرره للناحية العكسية بنفس الوضع. بنكرر التمرين ده 3 مرات يوميا. التمرين اللي بعده هو تمرين النيك رول، وهو انك بتجيب فوم رول او حتى ممكن تجيب فوطة وتلفها على شكل اسطوانة وتحطها تحت رقبتك في الوضع ده، وتبدأ تنام وتنزل راسك بالراحة. الوضع ده هيساعدنا جدا ان فقرات الرقبة ترجع للمنحنى الطبيعي اللي ربنا خلقنا بيه. التمرين اللي بعده هو الكوبرا او النيك اكستنسور اكسرسايز، وده اللي احنا بنبدأ نقوي بيه عضلات الرقبة. تبدأ في الوضع ده وانت ساند على كوعك، تبدأ تسحب دقنك عليك لورا. بنثبت في الوضع ده من 10 ثواني ونريح، ونكرره من 3 ل5 مرات. واخيرا التمرين اللي احنا قلناها دي ما هي الا البداية، واللي من وظيفتها ان هي تبدأ تنشط العضلات تاني. والمهم ان التمارين دي نلتزم عليها، وكمان لازم تكون تحت اشراف طبي متخصص. عايز اقولك انك لما بتبدأ تعمل التمارين دي هتلاحظ ان تكتيفة اللي في رقبتك وكتفك بدأت تقل، سواء وانت بتشتغل او وانت بتسوق، لان المفاصل بدأت تاخد راحتها تاني في الحركة. وده معناه ان الضغط كمان على الاعصاب والشرايين بدأ يقل، فبالتالي اعراض زي الدوخة والصداع هيبدأوا يقلوا ويختفوا تدريجيا. استقامة الرقبة مش معناها نهاية العالم، ده انذار من جسمك بيقولك انك لازم تعدل وضعك. لو التزمت بالتمارين دي وجلسات العلاج الطبيعي اوعدك انك هتحس بفرق سحري في وقت قصير. فلو عندك اي استفسار اكتب لنا في الكومنتات، او لو انت جربت التمارين وحسيت بفرق اكتب لي برضو في الكومنتات. وما تنساش تعمل لايك للفيديو ومشاركة والاشتراك في القناة. انا دكتور احمد عمر، واشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.